فقال النبي، وكان عنده عمر بن الخطاب: دلني على قبره. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ومع عمر بن الخطاب، فوقفوا جميعا على قبر عبد الله بن أبي بن سلول وهو كبير المنافقين. فقال له النبي: افتح قبره. ففتح عبد الله بن أبي قبر أبيه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره وخلع عنه كفنه وألبسه قميصه. النبي راح فك ثوب القميص اللي فوق الثوب وألبسه لكبير المنافقين عبد الله بن أبي بن أبي سلول، ثم وقف على قبره وأخذ يدعو. هنا هتبدأ المشاكل بالحديث. قلنا ما في قرآن ضد حديث ولا حديث ضد قرآن، كله سواء، كله وحي. فجاء عمر بن الخطاب فقال له: يا رسول الله، أتقف على قبره وقد نهاك الله عن الوقوف على قبور المنافقين، وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال له: أخر عني يا عمر، يعني أخر عني، ما لك دعوة. ثم أخذ يدعو له، فقال له عمر مرة ثانية: يا رسول الله، أتستغفر لهذا المنافق وقد قال الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: يا عمر، إني لأرجو فوق